بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبعه هداه إلى يوم الدين. من المسؤول عما يحدث في النادي الأهلي الآن؟ نبدأ الحكاية من أولها. الحكاية بدأت عندما عاد كولر في آخر موسم له مع الأهلي، إنسان تاني، مدير فني تاني، بسببه راح اللاعبين عن النادي الأهلي، وصمم على التعاقد مع لاعبين أجانب دون المستوى عن النادي الأهلي. فصارت النتائج وخسرنا إفريقيا. ساءت النتائج وخسرنا إفريقيا، البطولة المفضلة للأهلي وجماهيره. والأهلي كان ترتيبه متأخر في الدوري، ابتعد عن صدارة الدوري وأصبح ليس لديه أمل في الدوري بعد زيادة الفارق بينه وبين بيراميدز المتصدر. حدث ضغوط جماهيري ضد الإدارة، حصل ضغوط ضد الإدارة وبثوا الرعب في قلب المجلس، ومن الخوف من خوف من الجماهير كان قرار إقالة كولر بعد ضياع أمل الفوز بالدوري قبل أن ينتهي، وبعد ضياع بطولة إفريقيا. فالجماهير قالت نكتفي بإفريقيا ولا نخسر بطولة الدوري، فعليه تم الإقالة. ورحل كولر في نهاية سبتمبر وأوائل يوليو، كان بالتحديد بالظبط بدأ الفكر في الإقالة من خروجه من نصف نهائي أفريقيا. أما الإقالة الرسمية كانت في آخر يوليو، وتم إسناد المهمة لعماد النحاس الذي حقق أشبه بالمعجزة بفوز الأهلي بالدوري رغم قرار اعتماد رابطة الأندية فوز الزمالك على الأهلي 3-0، وخسارته ل3 نقاط هي الخسارة الوحيدة للأهلي الموسم الماضي. استمر حتى نهاية الدوري وفاز بالدوري، وقبل أن يبدأ بطولة كأس العالم كان التعاقد مع ريبيرو، وتعادلت الأصوات هل يستمر عماد أم يلعب ريبيرو البطولة. وأصبح هناك ضغوط أيضا جماهيري، واستسلمت الإدارة الضغط الجماهيري وأسندت البطولة.